اكبر وحش بحري بانف وتاني اكبر سمكه في العالم. اسمع القصه. الباسكينج شارك او القرش المتشمس وزنه بيوصل ل5 طن وطوله ل 12 متر تقريبا. عنده كده فم مميز قادر يبلع شخص كامل. مواصفاته مخيفه مش كده؟ تعال اقول لك بقى قرش المتشمس ازاي شكله هيعورك مع انه في الحقيقه هو اهش من البسكوته. اتسمى كده لانه بيحب الشمس جدا، يعني دايما تشوفه طالع قرب السطح وبيتمشى ببطء رايق قوي. عارف ايه الاروق؟ انه سايب كار الشراسه والافتراس لبقيه اخواته وبيتغذى على ايه؟ تخيل، عوالق واسماك صغيره ولا فقاريات. زياده بقى في الكيوتنس انه عايش على الترشيح مش المضغ. اسنانه مش حاده خالص ان هو يصطاد بيها، صغيره جدا جدا. وللاسف كل ما نحكي على المخلوقات دي وخصوصا القروش قد ايه هي جميله وكل نوع فيها ليها دور مميز وحيوي في النظام البيئي، الا انه مهدد بالانقراض بسبب التلوث وعوامل الصيد الجائر. بيتم اصطياد عدد كبير منها بسبب زعانفها وزيت كبدها ولحمها، لكن في الاتجاه المعاكس في جهود كبيره جدا للحفاظ عليها وحمايتها. مين يا صديقي ما يبقاش حابب انه يحافظ على كائن مذهل زي ده؟ القرش المتشمس حيوان مسالم وكيوت جدا، ما بيحبش المشاكل. ولو صادفته يا صديقي بشكله المخيف وضخامته وبقه الواسع المفتوح ما تخافش خالص واستمتع بجمال رؤيته. لو شفته بقى بعد ما عرفت صفاته وبعد اللي حكيته لك ده هتعمل ايه؟ قول بصراحه وهشوف رد فعلكم في التعليقات.